يقول الشاعر أحمد إبراهيم مكاوي في معلقته جزءا منها: أماني ماذا قد ينال كياني، والقلب والعينان ينتظراني، وهناك قلبي قد أتاه أهات، أأكذب بعد حق بياني، أنادي وأماني وأماني، أنادي وأماني وأذاني، إذا أسمعت صوتا وأماني، أكون أنا والجواب في المكان، أقول ولا مثيل لغير حبي، فحبي شمس في كل آن، أجيبي كي أراك يا حياتي، أراك ولا أراك فما أتاني، سلام وسلام وسلام، أحب البدر ليلة اللمعان، وأحس أن العرس لما أتاني، فتكون غطاؤها على القلبان، يأتيني نبأ العرس نارا تحترق، وإذا رأيت الكم منها أهاني، وإذا سمعت من الناس كلامهم أنهار حرقا كأنني بركاني، وأصب نارا على الماء فتحترق، ويكون بحر الحب في الغليان، فأحارب المشتاق حل دمه ما دام قال بأنه لأماني، ليست كباقي البشر الهوى، أهي سلعة للبيع والمرجان، إن جاء يوما خطيب بيتها سيكون قلبي على شر إنسان، يضرب ويقتل بلا خجل، وأقول أنها منة الرحمن، لا أستطيع بأن أبيع فؤادي ما دام للقلب في الهوى أشجان، والكل ينظر ولا يحس بما أرى، ويظنني فم ولساني، مسحور القلب تجاه حبها، وكيف لا، فالسحر في القرآن، أأمان ظلم إن أردت وإن جئت إلى الأبوين بالبرهان، ولقد حاولت على الجمع تبادلا، وتماديت عامين في النسيان، وكسرت عهد الحب أحمد اسميا، وكان من حبي حتى الزمان، وقال الجموع بأن قلبي قد مسه في الهوى شيطاني، وحسبت أن الأمر قد ينتابني، فجرى ما كان ليس في الحسبان. تأليف الشاعر أحمد إبراهيم مكاوي.